حكايتنا بتبدأ بعد ما كتير من سكان العالم اتحولوا لزومبي، وبنشوف بطل الفيلم واللي بيكون هو كمان زومبي، ومش بيكون فاكر اسمه أو حتى شغله قبل ما يتحول. وكل اللي كان فاكره إن اسمه كان بيبدأ بحرف الآر. وبيعرفنا آر إن في مخلوقات اسمهم العظميين بيقضوا على أي كائن حي سواء بشر أو حيوان. وبنعرف إن العظميين هم نفسهم الزومبي لكن بعد ما بيفقدوا الأمل. وبنروح للبشر وبيقول رئيس منظمة كبيرة للقضاء على الزومبي إن الزومبي كائنات بدون إحساس أو شعور، لكن بنته جولي كانت متأكدة إنها في يوم من الأيام هتقدر توصل لعلاج ليهم. وأثناء ما كانت بتجمع هي وأصحابها علاج من المخزن، بيهاجمهم آر ومعاه مجموعة تانية من الزومبي وبتدور بينهم معركة. وفي الأثناء دي بيشوف آر جولي وبيحبها من أول نظرة، وبيهجم آر على صاحب جولي وبياكله لكن جولي مش بتشوفه. وبيشوف ذكريات الشاب اللي أكله وبيقرر إنه يحمي جولي، وبيحط على وشها دم علشان تبان كأنها زومبي ومحدش يأذيها. وبياخدها للمكان اللي عايش فيه، وبيحاول آر إنه يحسسها بالأمان، فبيحاول إنه يقول لها كام كلمة بصعوبة، وده لأن الزومبي مش بيتكلموا. وبيشغل لها أغاني وبيجيب لها أكل. ومع الوقت بتبدأ جوني إنها تطمن لآر، وبيبقى عندها فضول تعرف عنه أكتر. وبيتفقوا الاتنين إن جوني هتقعد عنده كام يوم وبعدها هترجع لبيتها. وبيبدأ الاتنين يكتشفوا حاجات أكتر عن بعض، وبيعجبوا ببعض جدا. وبيكتشف باقي الزومبي إن جوني إنسانة، وقبل ما يأذوها بيوصل آر وبينقذها. بس المشكلة إن كمان العظميين عرفوا بحقيقة جوني وبدأوا يطاردوها. وبيحاول آر وجوني إنهم يهربوا منهم بسرعة لغاية ما بينقذهم صاحب آر، وبيخرجهم بره المنطقة كلها بالعربية بتاعته. وبيعترف آر لجوني إن هو اللي قتل صاحبها، وبتنهار جوني وبتفضل تعيط. ولما بينام آر بتهرب جوني من البيت وبترجع لباباها. وبنروح لمجموعة الزومبي وبيلاقوا مجموعة صور، واللي أول ما بيشوفوها بترجعهم فلاش باك لحياتهم قبل ما يتحولوا لزومبي. وبيتأثروا جدا وبيبدأ يظهر عندهم مشاعر وبتتطور حالتهم وبيبدأوا يتكلموا. وبيستنتجوا إن ذكرياتهم وحبهم القديم هي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تعالج الزومبي وترجعهم لبشر من تاني. وبيقرر آر إنه يدخل لمنطقة البشر ويشوف جولي ويقول لها على اللي وصله. واللي أول ما بتشوفه بتتأثر جدا وبيعتذر لها آر، وهي كمان بتعتذر له إنها سابته وهربت. ولما بيحكي لجولي عن اللي عرفه وإنهم لازم يساعدوهم قبل ما يتحولوا لعظميين، بتقول لجولي إن مفيش حد من البشر هيصدقوا بسهولة، وإن الحل الوحيد إنها تروح لباباها وهو يساعدهم. وبتساعده جوني وصاحبتها نورا وبيحطوا له مكياج علشان البشر ما يتعرفوش عليه. وبعدها بيخرجوا من البيت وبيوصلوا لبابا جولي، واللي مش بيصدقهم وبيهجم على آر وبيبقى عايز يقتله. لكن نورا بتنقذ الموقف وبتهدد بابا جولي وبتخلي جولي وآر يهربوا بسرعة، وبيأمر بابا جولي القوات إنهم يرجعوا بنته ويقتلوا الزومبي. وبس المشكلة إن العظميين هم كمان بيبقوا عايزين يقتلوا البشر والزومبي، وبينتشر الفوضى ضرب النار في كل مكان بشكل عشوائي. لكن جنود الجيش بيحسوا إن الزومبي فعلا بدأوا يتغيروا، فبيقرروا إنهم يساعدوهم. وبيوصل العظميون لجولي وآر، فبيحضن آر جولي وبينط بظهره من مكان عالي علشان يحميها وبيقعوا في المية. وفي البداية بيفقد آر الوعي، لكن بعد ما بيفوق آر وبيفتح عينيه بنكتشف إن بسبب المشاعر اللي اتكونت عنده اتحول لبشر. وبتفرح جولي جدا، لكن بيوصل باباها مع الجنود وبيضرب آر بالرصاص. وبتصرخ جولي وبتحاول تمنع باباها إنه يموته، وبتقول لهم إنه خلاص اتحول لبشر. ومش بيصدق باباها نفسه لما بيشوف آر وهو بينزف، وبيأمر الشرطة إنهم ما يموتوش الزومبي وإنهم بس يهاجموا العظميين. وبياخد آر بسرعة على المستشفى علشان يتعالج. وبيعدي وقت وبنشوف إن البشر اتقبلوا وجود الزومبي عادي وسطهم، لأ وكمان بقى بينهم صداقة ومشاعر. وبسبب ده في كتير من الزومبي حالتهم اتحسنت، ومنهم اللي اتحول لبشر من تاني. وفي آخر الفيلم بيرتبط آر بجولي وبيعيشوا سوا في سعادة.